إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد وفاة الفنان التونسي فتحي الهداوي عن عمر ناهز 63 سنة. ونشرت عائشة بن أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك صورة للفنان الراحل، وكتبت: فقدت الساحة الفنية التونسية أحد أهم مبدعيها الذي قدم الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية طوال عقود من الزمن. وداعا فتحي الهداوي. فتحي الهداوي من خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس سنة 1986، وقد جاء في المرتبة الأولى من دفعته، حيث حصل على جائزة رئيس الجمهورية آنذاك على أول جائزة له كأفضل ممثل بالمهرجان الوطني للمسرح سنة 1978، وفاز بنفس الجائزة سنة 1980. قدم الهداوي العديد من الأدوار الناجحة في الدراما التونسية والعربية والأوروبية، وفي رصيده 21 فيلما طويلا و3 أفلام قصيرة و32 عملا تلفزيونيا و6 مسرحيات وعملين إذاعيين، رحمه الله وأسكنه في سياح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليقاتكم ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس.